ازيكم يا اصحابي يا حلوين، عاملين ايه؟ رب كلكم تكونوا بخير وباحسن حال. لو كنت اول مره بتشوفيني، انا بسمة ودي قناتي، بتمنى تاخدي جوله فيها وباذن الله تعجبك. بس اوعي تنسيني بلايك شير سبسكرايب كومنت حلو منك، في دعوه حلوه ليا. وقبل ما نبدا طبعا فيديو النهارده، ما ننساش نصلي مع بعض على رسول. اللهم صلي وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. وبصوا بقى، شايفين منظر المطبخ عامل ازاي؟ بمعنى الكلمه بصوا، يضرب يقلب. طبعا السلم ده انا كنت شغاله بيه في الاوض جوه. العيش الناشف ده عشان بعمل فته النهارده، بسلق لحمه، وعندي الحله دي فيها رز من امبارح، فقلت اسهل على نفسي يعني وكده. بصوا يا جماعه، انا عايزه ابدا بهنا. الجزء ده من ساعه ما قلت لكم اخر مره ان عايزه اشيله، لسه ما شلتوش لحد النهارده. وهنا كمان عايزه افضي وانضف. استنوا عشان شايله بس ليان. بصوا، يعني مرصوص وكل حاجه، ولكن عايز يتمسح. تمام. المهم، برضو الضرفه دي كانت متظبطه وبقت هيلمان على بعضها بتاعه الخزين. بصوا، هي نوعا ما من فوق دي حاجات متخزنه، وفي حاجات مرصوصه هنا وحاجات مرصوصه هنا وكلام من ده. بصوا هنا بقى، علب اخد ويترمى اخد ويترمى كده فوق بعض، فوق التلاجة، فوق الديب فريزر. بصوا، هيلمان هيلمان في البتاع، وانا مش عارفه عايزه اشيل الارض. دلوقتي الساعه كام؟ بصوا، الساعه 3:30، العصر بيأذن، وانا لسه ما عملتش حاجة خالص، بسبب ان الآنسة على ايدي تعبانة، مش عايزة تسكت خالص ولا عايزة تقعد. فاللي انا هقدر اعمله هصوره لكم. طبعا شايفين قبل عامل ازاي والمنظر عامل ازاي. اغسل اللي في الحوض وانضف كل الكلام ده كده كله، وهشوف هعمل معاكم ايه. المهم متنسيش باللايك، ويلا نكمل الفيديو مع بعض. بصوا كتاكيتي بيعملوا ايه. كنت بنشر جوه، وبعدين بصوا انا عملت لكم الاول مقدمه امبارح، تمام، وهي ما سابتنيش. مش عارفه بقى بتسنن بتشق تاني ولا ايه. وكمان لما بتلاقيني شغاله، لا ما بترضاش تقعد ساكته خالص، لازم ابقى شايلاها. والوقت خدني امبارح على ما جهزت الغدا والكلام ده كده كله. بصي الزوب يكنس ازاي. المهم انا دلوقتي كنت بنشر، وهما كانوا واقفين معايا في البلكونه، وبعدين بقول والله العظيم انا تعبانه. هي بتعيط، قلت لها حرام عليكي، ظهري واجعني، تعبانه وعايزه انجز وخلص وخلاص، فاضل ايام على رمضان. انا مبقتش عارفه اعمل ايه، عايزه اخلص، وبكلمها يعني كده. لقيتهم هنا هو دخلوا لي الكراونتين الكبار اللي كنت بنشر فيهم هما، ولقيتهم مع نفسهم بيتكلموا هنا لما غيرت لها هدومها. داخله ببص لقيت المنظر ده. عايزه اقول لكم ان هم حطوهم مرتين قبل كده، دي التالتة، وكل شويه لا لا طلعي مش عاجبني، انا هكنس هنا، لسه في مش عارفه ايه. فاهمين قصدي؟ على ما بنطلع وندخل في حاجات بتقع معانا وكده. بصوا بقى، انا مش هراجع وراهم في الضرفه دي يا بنات، لان الضرفه ديت كان خرطوم الحوض حصل فيه تسريب من فتره، يعني مش من فتره طويله، من اسبوع كده هو تقريبا. وكنا على ما بابا ما صلحه لي وعمله لي، فشلته وسيقت الضرفه وظبطتها كلها، فكله من جوه تمام، فانا مش هعيد عليهم خلاص على كده. المهم، هم حطوا لي بقى الكرمانات وظبطوا الكلام ده كده كله، وزي ما بقول لكم انا كنت مظبطه الضرفه من جوه ومسيقاها ومنضفاها. انا ما اعرفش ايه اللي وقف في التسجيل، مش عارفه التسجيل بيقف ليه. المهم رجعت تاني، التسجيل كان عمال يقف، ما اعرفش ليه. بصوا بقى، الف ب نظافه ملهاش علاقه بالميه وتغريق الميه وخراطيم وكلام من ده كله. انت بتدمري نفسك وبتدمري عظمك، واسالي مجرب. حلو الكلام. دلوقتي بقى في منظفات بتسعف الكلام ده كده كله. انا يا ريت كان عندي سترس، انا ما عنديش سترس. حلو اللي فيه ان هو قوي جدا على الدهون وكويس كل حاجه، انا جربته، ولكن ما فيهوش ريحه، يعني هو حلو. المشكله بقى ان انا ما عنديش الا كلين، فمش هقف انا بنظف. وانا صدري مش مستحمل كده عشان عندي ازمه والولاد وكلام من ده كله، فمضطره، والمضطر تركب الصعب زي ما بيقولوا. فسميت الله، وكان لازم اخلص وانجز نفسي، فاللي انا بعمله ده هيريحني بعدين. المهم، ف كان بفضل لي الضرفه دي. طبعا المفارش كلها بتتشال، مش هتتفرش تاني زي ما اتفقنا. حلو الكلام. هطلع برضو اظبط الصاله، مش عارفه اصورها برضو معاكم ولا لا، لان مفيش وقت. فعشان انجز، بس انا الوقت اللي بلاقيه نفسي تمام فيه بقول لا لسه هلبس واظبط كادر كاميرا والكلام من ده كله. والانسه مش قادره اقول لكم الصراحه، ربنا يهديها ويصلح لها حالها.
المهم فانا بمسك جزء جزء زي ما انتم شايفين كده اهوت، ويا ريت في حاجه كده اختراع يطلع لنا بتاع اللي هو ايه، نجري نفس الجري ده واحنا بننضف. الضرفه دي بقى، الضرفه دي انا بعتبرها النيش بتاع المطبخ ومهمه بالنسبه لي، ومش قادره انزل مع اني عندي عجز في المطبخ، بس مش قادره افضيها وادخلها النيش او البوفيه لان انا بحتاجها، بيجيني ضيف مفاجئ، بيجيني حاجه ما ينفعش انزل واطلع قدامه، ادخل واطلع اقصد قدامه. حلو الكلام من ده. حلو الكلام من ده. المهم بصي بقى انا عملت ايه، لقيتها ما فيهاش اي نقوشه من اخر مره ظبطتها، وانا بقول لكم بعمل الحركه دي مع نفسي انا من عينيا، لما بلاقي حاجه مش متظبطه وانا واقفه بظبطها. فانا يا دوبك كان لسه من اسبوعين بالظبط عامله الضرفه ما فيهاش مشكله يعني، وانا باخد فيديوهات باخد فيديوهات باخد مجات من فوق وكده. المشكله بس ان كان ما طولتش المجات، ما كنتش حاطه السلم، ما طولتش احطها مكانها في الرف اللي فوق، فحطيتها في الرف اللي تحت. الرف اللي تحت كنت عاملاه ايه للكوبايات الشوب بتاعت عزايم رمضان، وكوبايات الشاي برضو الكلام من ده كله. فكنت جايبه حاطه في ناحيه السلطانيه في النص مغطى، وحاطه في ناحيه من الجنب دوت الشوب 12 كوبايه والشاي 12 كوبايه، فالشاي اتكسر منهم بتاع 3 4 كوبايات، رحت مطلعهم في رشقه المواعين، كده كده ما عنديش كوبايه شاي بره، فقلت مش مشكله. لكن الشوب بقى الكريستال هما الازاز انا عندي بره عادي، لكن اللي جوه دول كريستال، فانا عامله ايه، عامله 6 هنا و6 هنا والسلطانيه في النص، وظبطت الكلام ده كده كله وخلاص مفيش مشكله. ما خدتش مني وقت كتير، كل الحكايه ان انا لمعت الضرفه من بره وجوه فقط لا غير. هنا بقى دي اهم ضرفه لازم تنزل كلها، اللي هي ضرفه البهارات بالمفارش. ليه؟ لاني احيانا كانت ايدي بتاخدني وانا بعمل الاكل، اجي احط البرطمان يكون مش مقفول كويس فيدلق مني يقع كلام من ده كله، كان لازم ان انا انزلها وانضف. طيب انا بنضف في المطبخ بكلين وبرجع احط الحاجه، او برجع احط الحاجه تاني عادي، لان انا بمسحه كويس جدا، وخصوصا ان انا فاتحه الشباك والشفاط، فما تقلقيش من حاجه. انا برش وبمسح بفوطه منديه. يعني ايه منديه؟ اللي ما يعرفهاش يعني غسلاها وعصراها، وفي نفس الوقت بمسح بيها واغسلها تاني واعصرها، ومسحت المفارش وظبطتها رجعتها تاني، وانا بعد ما بغسلها غسلتين واعصرها معايا فوطه ناشفه خالص بعيده على الكلام ده كده كله. إيه اللي وقع؟ السماعه. بصوا بقى، كنت بالمره بشوف ايه اللي هيترفع فوق. دي قهوه خضراء، مش بستخدمها دلوقتي طبعا بتاع التخسيس والكلام ده كله، بجيب حاجات التخسيس وما بستخدمهاش، ولو فكرت بس مجرد فكرت ان انا اعمل دايت باكل ماليش في الكلام ده كله، فعندي حاجات كتير متشاله للي عايز يجي ياخدها مني. المهم اللي ملوش لازمه عندي برفعه في الرف اللي فوق، وطبعا بهارات الاساسيه اليوميه بتاعه الاكل وكل حاجه هي اللي حطاها في الضرفه اللي قدامي على طول. انا بهاراتي ما فيهاش دهون وما فيهاش حاجات كده كتير، بس هي من مسكات ايدي بس. تعالي مثلا ايه، بتبصم ايدي مثلا فيها اكل، بشطف ايدي، مع ان انا لازم فوطه دايما في المطبخ، ولكن برضو ايه، تبقي مستعجله بتعملي شايله ليان وبعدين مش هخلص. تعالي اوبا. ف بتبصم في البرطمانات، فبمسحها مسحه بالفوطه اللي هي المبلوله دي بس مش اكتر، وبنضفها برضو بفوطه ناشفه. ليه ما فيهاش دهون؟ لان انا حطاهم في ضرفه، انا ما اعرفش احط بهارات، بتضايق الصراحه على الرخامه وكده، هي لو على الرخامه مكشوفه في المطبخ اوريدي ده مطبخ وهتتملى دهون، فلازم افضي واغسل والكلام ده كده كله. البرطمان اللي بلاقيه قدامي مش مظبوط، لا خلاص على كده استكفيت منه تماما، عندي برطمانات كتير جدا، ف بفضي من حاجه لحاجه. زي مثلا النشا ده، العلبه بتاعت النشا بقالها كتير وخلاص، وبعد ما مسحتها ونضفتها فقلت طب وعلى ايه، خلاص بقى كده هو عندي البرطمان الكبير دوت هو هياخد الكميه دي كلها، كان نص كيلو، جبته واكتشفت ان عندي برطمان من ورا وكنت ناسيه. ف عدى ماما ماشي. فرحت مفضيه في البرطمان الكبير ده كده كله وخلاص على كده، وهرفعه برضو لان النشا مش بنحتاجه كل يوم، فهحتاج هرفعه في الرف اللي من فوق. بصوا بقى هنا دوت الورق ده اللي بكتب عليه كل شويه عمال يقع، رحت لماه ورمياه، وعندي ورقه تانية هكتب عليها، بحيث لو انا مثلا بيختلط معايا الامر من الاشكال الحاجه الوان، نسهل على نفسي، حد تاني دخل المطبخ لاي ظرف من الظروف، تعب، حاجه حصلت كلام من ده، فتبقى الحاجه مكتوبه عليها. بس الباقي كله بمسحه كده في السريع وهرجع ارصه تاني فوق.
رصيت اللي انا الحاجات اللي مش تحت ايدي على طول، او الاكياس اللي فيها البشاميل، واكياس اللي هي بيكنج باودر، الكلام ده كده كله في العلبة اللي من فوق. خلصت الرف ده خالص ورصيته. هنا بقى، هنا انا مش هاجي جنب فوق لاني فوق مرصوص زي ما وريتكم. العبكه بتحت انا ما بسحب حاجه اجي احطها تاني، مثلا بابا يجي يسحب حاجه يحط حاجه فوق حاجه، فالحاجه ما اتحطتش برص. نزلت كل حاجه وسبت بس العلبه بتاعت دي. بصوا هنا الطرطشه طرطشت على وش عيني، حرقتني، خلي بالكم منه لانه قوي جدا. إيه، فطلعت لمعت الضرفة خالص، وبعدين هرجع ارص حاجتي، واللي عايز برضو يتمسح لو ايدي مبصمة عليه ولا حاجة همسحه وارجع ارص تاني الضرفة. هنا المطبخ بتاعي ابيض، فاقل حاجة بتبان فيه. فانا بعمل ايه بقى؟ كنت الاول بعمل كل يوم، بعدين لقيت نفسي ان انا في اوقات مش عايزه اخلص الاكل واطلع اعمل حاجه. ليان مش مسعفاني، كل اللي معاها بيبي عارفه كده. كنت الاول لا عادي مفيش مشكله عندي وبعمل، فاهمين؟ طفل على ايدك برضو بيعجزك شويه. فبعمل ايه بقى؟ مره في الاسبوع بمشي بالبخاخه، في واحده كلين تحت اهي، في جنب منها واحده بخاخه اهي فيها خل وميه، ورش وامسح على طول باي قماشه، باي فوطه انا بلاها وعصرها. طبعا احنا اللي معايا، الناس القديمه اللي معايا عارفين ان انا في المطبخ ده كله مفيش الا الرف ده بس هو بتاع المواعين بتاعتي. يعني شايل لي الالمونيا والاستانلس، وكان في طقم تيفال شيلته في العلب في كرتونته تحت السرير اللي متجوزه بيه، اللي هو تحت سرير اوضه الاطفال. وفي طقم الجرانيت والكلام ده كده كله هنا، كله هنا. فانا ما عنديش الا دي، وتحت منها المنظفات. تمام. مطرح ما بسحب الالمونيا والحاجه بتعلم كده هوت في الرف. فبصوا بلمع وامسح على طول. بس يا ليلي بلمع وامسح على طول. ماشي اغا كلنا يا اختي. في برضو عندي كان ألمونيا كتير قوي وصواني وحاجات كده برضو شايلها في كرتونة تحت السرير واستلس برضو وحاجات كده. انا بمشي على اللي موجود، ما بقولش على حاجة لا. استني يا ليلي، بتقولي لمين تعالي؟ عارفة لو دوستي هتمسحي كل اللي انا سجلته ده زي المرة اللي فاتت، هزعل منه. بصوا حتى الفخار، يعني الضرفه شايله ما قالتش لا. هنا بقى عملت ايه؟ انا رصيت المنظفات لانها كنت رصاها من قريب، فاللي اتلعبك قدامي ظبطته، مسحت الارضيه لمعتها برضو، وهنا بقى كله زي الفل. بصوا زي ما بوريكم كده اهوت، ان انا ما عنديش الا الضرفه دي فمضطره للرصه. هي مرصوصه ونظيفه وكل حاجه، ولكن اللعبكه في الغطسان اللي من فوق بقى. تمام. امشي على قدك وما تحتريش، ما تزعليش نفسك. الحمد لله تكوني راضيه ومبسوطه. انا عن نفسي راضيه ومبسوطه ومش زعلانه منه في حاجه على فكره. بس ممكن اعمل بفكر، مش بفكر، مكلمه بابا بقالي فتره يعمل لي وحده تانية واقول لكم عليهم من كام فيديو فاتوا، علشان حاجات المطبخ بتكتر وولادي بتكبر والكلام ده كله، فاستهلاكي بيبقى كتير، فاكيد محتاجه يعني رفت. مع اني ضرفه تانية مطبخي كبير بس هو متقسموه كده. يعني انا اتخطبت وهو كان المطبخ مفروش اصلا خلاص. تمام. ما تبيضش بس في النقاشه الا السقف كان هو معمول دهاره بيضه مع البياضه اتبيض ابيض. غير كده كان السيراميك راكب حمام ومطبخ، والالمونتال بتاع المطبخ كمان كان راكب، فما اخترتش حاجه الصراحه. نعم يا فندم. بصوا ما ينفعش ابقى مشغوله بعيده عنها، حتى لو كنت بسجل حاجه ايديا ماسكاها ما ينفعش. ازاي؟ هنا بقى بمسك درج درج، بلمع وانضف وارجع ارص الحاجه تاني عشان يبقى من جوه ومن بره نضف وماشيه بالترتيب حاجه حاجه. بس عشان يبقى خلصت ضرفه الالمون، يعني دولاب المطبخ نفسه من جوه الالمونتال بس يا ليلي. وهبدا على الاجهزه. التلاجة عندي نظيفه من جوه، الديفي ليزر انا ايدي فيه اول باول، الدرج اللي بيفضى بمسحه وانضفه وبعدين انا بفرش، معلش يا بنات، بفرش حاجات في الارضيات كمان بتاعت درج الديب فريزر فدايما نضيف. بس امسك بقى درج درج. مش هعمل الدرج اللي تحت خالص لان هو مرصوص بالظبط، يعني ملهاش لازمه ان انا افكه واشيله معاكم. بحط فيه البلاستيكات اللي هي مثلا معلش البرطمانات اللي بحط فيها الجبنات، الحاجات الزياده اللي عندي، الكلام ده كده كله. هنا بوريكم بابا كان جايب جلد انابيب، فانا بحطها في العلبه دي بتاعت الحلاوه. بس كله اترص في السريع كده.
خلصت هنا بقى هبدأ اشيل الحاجات دي كلها. طبعا طقم التوزيع ده هحطه في الحوض واغسله وانشف، بحيث لما اخلص المكان ده خلص وانا بفرش المطبخ يكون نشف واتحط يعني. طبعا كنت غاسله المطبخ البوتاجاز من جوه منه من فتره، قلت لكم ان انا فضيته خالص، كنت شاويه فراخ جوه فبالمره رحت مفضياه ورحت غسلاه غسله نظيفه جدا من جوه. تمام. فانا مش هفتح الفرن واغسله من جوه البوتاجاز يعني. البوتاجاز نضيف، البوتاجاز انا هلمعه برضو بس عشان عملته معاكم كذا مره، فمش عشان الفيديو النهارده طويل جدا، الفيديو جايب نص ساعه يعني 23 دقيقه تقريبا، نص ساعه، 23 دقيقه وكسور. بصوا بقى، فانا كنت هقسمه على 2 الصراحه، لان انا بحب الفيديو القصير اللي بينزل 10 دقايق، يوم ما يطول مني ربع ساعه. فانا لما هقسمه على 2 هو مفيش وقت الصراحه رمضان والكلام ده كله، فكده انا بهري بقى. بس شلت التربو ونضفته. التربو ده يا جماعه كان بني، عشان لو ناس شايفين ان هو متبهدل ولا حاجه، لا هو بني وانا رشاه اسمر، فعشان كده بقى ايه يا عيني بيقشر شويه، وانا باجي على عيد برشه تاني رشه سريعه كده ما بزعلش يعني. بصوا بقى فوق في ليزر دهون عامله ازاي، وهوريكم برضو كلين. بصوا مجرد ما رشيته انا بس غسلت الفوطه وجبتها كان عمل مفعول. بصوا بقى السقف بتاعه بقى عامل ازاي. ليه؟ عشان انا ما بسيبش الدهون تلزق وتتراكم وتبقى مثلا ايه، رقات كده، لا بعملها مره في الاسبوع زي ما بقول لكم. ويوم يعني الدنيا بتبوظ معايا قوي باخده في الشهر كده. بس كده بصوا ماشيه واحده واحده، بلمع برضو الاول الاجهزه والحاجات دي كلها علشان هشيل الاجهزه من مكانها وننضف من ورا منها. طبعا انا مش هنضف السيراميك دوت ورا التلاجة، انا بس همشي عليه بالمكنسه يعني كمسحه، لكن مش هنضفه بكلين. ليه؟ لاني ما فيهوش دهون، نضيف جدا. بصوا حتى كنت حاطه هنا الفرن الكهرباء عشان مش بستخدمه، وكنت حاطه المفرش كمان زي اللي هو بتاع اللزق بتاع الستيكر، بحب اغلف بيه الحاجه. بصوا هنا هشيل دوت. طيب ايه اللي في السقف بتاع الفرن دوت؟ الفرن ده اول ما اتجوزت كان محطوط مكان ما بصفي المواعين تحت السخان، تحت الشباك كده، كان على الرخام، فكنت بصفي عليه غلطه مني، او مثلا مش بصفي عليه، هو كنت ببقى حاطه حاجه، بس جه في مره السخان كان بينقط وانا مش واخده بالي خالص لحد ما نقر ده كده اهوت وصدم. كده كده انا مش بستخدمه لاني جيت اجربه مره في الاستخدام. اولا هو بيطول قوي على ما يسخن، ممكن يعدي الساعتين حرفيا مش هزار على ما يسخن بس. وبعدين لو انت بتفتحي وبتقفلي فيه مثلا او بتشوفي حاجتك تتكهربي. بابا ظبط الحته بتاعت الكهرباء ان انا ما اتكهربش، ولكن لسه بيغيب قوي بيسحب كهرباء كتير. انا حابه فرن البوتاجاز مش زعلانه منه، بالعكس بينجز معايا فمش مستخدمه ده في حاجه، فرافعه فوق كده. الصاجين اللي انتوا شفتوني شلتهم في الاول خالص مع صاجة البوتاجاز، هما الصاجين بتوعه بستخدمهم. مش عارفة هي عملت ليه زوم وطولت هنا يعني رخمت قوي. ابتديت بقى ان انا اشيل الديب فريزر، لازم اطلعه بره. بس كل حاجه بسهل على نفسي اكنس، عشان بس ايه ما بحبش امشي في العبك. اكيد كله هيتكنس ويتسيق معاكم، ولكن عشان بس ما تمشيش في العبك. هنا كنا اتغدينا، بعد الغدا بقى ابتديت ان انا شلت الديب فريزر وبعد كده شلت التلاجة. بصوا ورا التلاجة في ايه. طبعا كنست بالمكنسه الاول في السيراميك من فوق، وهنا ده لازق فهسيقه بعد ما اعمل اكنس مكان. بص لقيت نص جنيه اكنس مكان الغساله. بس كنت عاملين بقى كوبايه الشاي كده زي ما انتوا شفتوا وانا شغاله. بصوا بقى هاخدها كذا مره، وكمان هفصل الكاميرا وانزل في حاجات لازقه كده هنزل اعملها بايدي. هنا كنت فصلت الكاميرا ونزلت عملتها، وبعدين بلمع بقى ايه كل الخراطيم بتاعت الغساله نفسها، دي تلميع عشان ارجع الغساله مكانها. برضو هلمع الغساله من الجوانب قبل ما احطها. وهنا جنب الالومنتال اللي جوه ده حلو ان هو مرشوش اسود. بس كده. بصوا بمسح على طول يعني، متخافيش منه على الاجهزه، خافي منه ينقر ويبوظ الدنيا لو انتي هترشي وتسيبيه، لا امسحي على طول. تمام كده اهوت. كده برجع كل حاجه. الجنب اللي ما بمسحوش بمسحه تاني. ليلي انتي مش عارفه ليلي بتمسك السلسله وتعض جامد قوي وبعدين بتوجع ضرادرها بيها، معلش. بس
ماسكه في خناقي ليه؟ ما انا شايلاكي والله العظيم، واقفه بلف بيها، اعمل لها ايه تاني؟ لا مفتريه. هنا برضو دي عشان جنب البوتاجاز اللي بتاعت طقم التوزيع بيبقى عليها دهون، برضو نضفتها ونضفت السيراميك من وراها. بس هنا بقى الجنب ده اللي انا هعمله بكلين. ليه؟ لان هو جنب الدهون، ده الجنب بتاع الدهون نفسه. ورا الديب فريزر ما لقيتش حاجه، لمعت اللي شفته وقدرت عليه وكلام من دول. هنا بابا بيقول لي ان هو كان من وقت للتاني في حاجه ورا هنا في الديب فريزر بنفضيها، بتبقى مليانه ميه وبنفضيها. قال لي لا ما فيهاش حاجه، فنضفت بس ايه التراب اللي من ورا. بصوا بقى تحت الفرن لما غسلته ونضفته قبل كده، فالحاجات بتاعت الشوي وقعت، كنت عارفه ان تحت منه هلاقي حاجات يعني. بس هنا بقى بصوا بعمل ايه، ما بطولش فوق حتى لو اطلع من السلم، فما بطولش فوق خالص. فقلت اجيب اللي هي المساحه وحطيت عليها الفوطه، وبقيت ان انا امسح كده وانزل الفوطه اغسلها وارجع تاني امسح. كنت رشه بقى كلين طبعا، بيدوب الدهون بسرعه. بصوا اللي طوله اعمله واللي ما طولوش بالمساحه. هنا دي فوطه ناشفه عشان امسح على طول. وبرضه انا كنت عامله معاكم الاسبوع اللي فات، قلت لكم عملت الشباك والسخان والكلام ده كده كله. عملت تاني ده ايه ده؟ جيركن بتاع صابون مواعين، بابا مستلمه من الشركه، بتاع شركه فيبا يعني. تمام. عشان محطوط في الحته دي الشركه مش هيخش في ضرفه المنظفات، فانا حاطاه في الحته دي كده اهوت مع التربو بتاع الباسكت بتاع الكمامه. بس بقى خلاص خدت كل حاجة وسيقت من تحت وظبطت الكلام كله. فهرجع كل حاجة مكانها. الرخامة دي بتاعت الكومود بتاع اوضه الاولاد قبل ما ادهنه ابيض، عايزه احط لها ازاز، لسه ما جبتلهاش ازاز لحد دلوقتي. فهرجع كل حاجه. بصوا ما عنديش ولا بصلايه، عايزه انزل اشتري بصل. الراجل عدى جبت منه طماطم وبطاطس وقال لي ما فيش بصل. ما كانش عندي توم، بابا جاب لي برده كيلو كده اهوت التوم الجديد اللي هو الطري دوت، لحد ما تعدي العربيه بقى واجيب خزيني بتاع السنه ان شاء الله. لمعت بقى ضرفه الالمونتال والادراج، والضرفه ديت اهي معاكم بالمره برضو بكلين، بتلمعها وبتبقى جميله قوي كده. خلاص في التشاطيب بقى كده اهو، كنت هلكت فعلا هلكت بس خالص. دي بقى التلميعه النهائيه طبعا من ورا الاجهزه كله بقى نضيف ومطمنه، نشفت خالص. ارجع انا لسه طبعا شايله البتاعه ديت بتاعتها الارضيه نفسها، مش هفرشها دلوقتي. خلاص نضفت وبقت زي الفل الحمد لله، تم بحمد الله. دي كانت معركه بجد. كانت معركه. بصوا من فوق كل حاجه انا حطيت العلبه دي عشان فيها حاجات من جوه، بس اللي ملوش لازمه رميته يعني. حتى البرطمانات اللي كنت شايلها معلش شيلها من بقك. طيب رميتها، تربو رصيته وكل حاجه رصيتها. تحت خالص بحط الشنط السوق، ملهاش مكان تاني، فبطبقها كأني درج كده وحطها هنا ورا البوتاجاز بقى زي الفل. برضو غسلت البوتاجاز ونضفته. الميه استخدامها للي يستاهل يعني، انا استخدامها كان للارض، الحاجه اللي لازم ليها ميه عشان ما اهلكش نفسي واتعب. لو كنت بتنضفي اوضه ولقيتي الاوضه مثلا الولاد مشخبصين ولا حاجه، اغسليها بفوطه مبلوله وامسحي، مش لازم تغرقي ميه وتبهدلي نفسك. بس كده بوريكم ان كل حاجه بقت زي الفل. تعالي بقى نشوف ضرفه الخزين دي انا رصيتها ازاي. ضرفه البهارات مش الخزين معلش. بصوا حطيت فوق توم البودر والزعتر والنشا واللي هو خل التفاح دوت والكلام ده كده كله. هنا البهارات اللي بستخدمها يوميا كله اتنضف وبقى زي الفل. وبس كده كده انا خلصت فيديو النهارده معاكم. يا رب اكون شجعتكم حتى لو بحاجه بسيطه. ما تنسوش باللايك والشير سبسكرايب. ولا اله الا الله محمد رسول الله.